واخيرا وبعد انقطاع طويل عن التجميعات هنا على القناه جايب لك النهارده تجميعه متوسطه من ابو اخر. واكيد زي ما انت شفت من العنوان بره، فالتجميعه دي كلفتني حوالي 130 الف جنيه، لان انا اشتريتها في ذروه الاسعار وقت ما كان الدولار ب 70 جنيه كنت بشتري انا التجميعه دي. انا بقول لك بس النقطه دي علشان تبقى فاهم معايا الكلام على ايه. مش عايزين نطول بقى، انزل اعمل اول لايك وسبسكرايب وتعالى معايا اوريك الوحش ده. مش ده تجميعه مشيت، ده جهازي. قبل ما نبدا نتكلم عن القطع لازم تبقى فاهم التجميعه دي هتستخدم في ايه، وانا اخترت القطع دي بناء على ايه. مبدئيا كده التجميعه دي لواحد من متابعين القناه وهو راجل يوتيوبر، وبمناسبه كده لو انت محتاج نجمع لك جهاز خش قول لي، ما تخافش مش هاخد منك فلوس، يعني هنجمعه مع بعض عادي وهديهولك. المهم الراجل كلمني وقال لي انا عايز تجميعه تشتغل معايا كويس في المونتاج، ولو عاوز تلعب لعبتين ولا حاجه برضه تسد معايا وما تقولش لا، ويكون برضه شكلها حلو وركز معايا في نقطه الشكل. المهم قلت له تمام، البادجت بتاعتك كام؟ قال لي كذا، وبدانا نجمع على الاساس ده. خلي بالك انا قلت لك في الاول ان احنا محتاجينها بشكل اساسي علشان المونتاج مع شويه العاب ويكون شكلها كويس. المهم بدات اختار القطع على الاساس ده، واول حاجه بدات بيها هي المعالج. وعشان الجهاز ده هيكون للشغل فانا اخترت معالج الاي 7 13700 العادي. المعالج ده توتال 16 كور، 8 منهم بيرفورمانس و8 منهم افشنسي، بمجموع 24 ثريد. سرعته بتوصل على البوست ل 5.2 جيجا، والافشنسي كورز بتوصل ل 4.1 جيجا، وحجم الكاش اللي فيه 30 ميجا، والتي دي بي بتاعه 219 واط. هتقول لي يا عم يوسف ليه اخترت المعالج العادي ما جبتش النسخه الاف او الكي مثلا؟ لو تفتكر في الاول احنا قلنا الجهاز ده هيكون للمونتاج بشكل اساسي. النسخه دي من المعالج فيها معالج رسومي مدمج اليو اتش دي 770 من انتل. الكارت المدمج ده هيدينا بوست محترم في الاداء خصوصا في التايم لاين وانت بتمنتج. اما بالنسبه للنسخه الكي فهي كده كده بالنسبه لنا ملهاش لازمه، اولا لان احنا عمرنا ما هنكسر سرعه لان درجات الحراره بتبقى عاليه جدا، وثانيا لان كده كده البورده اللي احنا مختارينها بي اصلا فهي ما بتدعمش كسر السرعه. برضو ممكن حد تاني يقول ليه ما جبتش الجيل ال 14؟ هقول لك هو كان متاح بالنسبه لنا، ولكن انا شايف ان فرق الاداء ما بينهم ما بيبررش فرق السعر اللي كان ساعه ما انا بشتري 6000 جنيه. زي ما انت شايف دلوقتي ده تيست انا كنت عامله الفرق ما بين ال 13 وال 14، وزي ما انت شايف الفرق فعلا ما يبررش فرق السعر، فقلت خلينا في ال 13 احسن. طبعا ايه اهم حاجه بعد المعالج؟ الكولر اللي هيبرد المعالج. دلوقتي احنا معانا معالج شوايه بيوصل تحت الضغط ل 250 واط وبيعديها كمان، وبرده في نفس الوقت انا قلت لك في الاول لو تفتكر ان احنا عايزين التجميعه دي يكون شكلها حلو. فبعد شويه تدوير وقع قدامي كولر الماستر ليكويد بي ال 360 فلكس من كولر ماستر. بصراحه وعشان ما اكونش كداب معاك اكتر حاجه شدتني في الكولر ده هو شكله. الكولر 360 مللي جايب 3 مراوح بي ال فلكس بينوروا ادريسبل ار جي بي، والمراوح دي السي اف ام بتاعها 72 وده رقم محترم قوي على كولر بالسعر ده، والبامب بتاعها مرسوم عليها اللوجو بتاع كولر ماستر وبتنور ادريسبل ار جي بي برضه. البامب هنا دول شامبر، فالمفروض ان هي بتحافظ على صوت هادي اثناء الشغل، والبلوك اللي بيركب على البروسيسور ذات نفسه حجمه كبير، فده هيساعدنا لان معالجات انتل الجيل ال 13 وال 12 وال 14 حجمها كبير فبتحتاج بلوك كبير. حاجه برضه غريبه لقيتها في الكولر ده ان هو جاي معاه البراكت بتاع التي ار 4 بتاع الثريد ريبر، فيعني الكلام ده معناه ان المفروض الكولر ده كولر محترم. الرادياتير اللي هنا الومنيوم وسمكه 27 مللي، وده السمك الطبيعي بتاع كل اغلب الكولرات الليكويد. شفنا ارقام اكبر من كده على حاجه زي الاركتيك اللي احنا كنا عاملين مراجعه قبل كده. المفروض ان الكولر ده اداؤه الحراري كويس، وهنكتشف الكلام ده مع بعض قدام. انا اكتر حاجه بقى زاولتني في الكولر ده هي طريقه ترتيب الاسلاك بتاعته. كولر ماستر انتوا لو قاصدين تعقدوا الواحد في عيشته مش هتعملوا كده، كميه كابلات كبيره، وحتى الكنترولر اللي حاطينه معاه مش مفيد، والسبليتر اللي جاي معاه بتاع المراوح والادريسبل ار جي بي مصمم بحيث انك ما تعرفش تركبه. الموضوع بصراحه خد مني وقت ومجهود كبير قوي لحد ما قدرت اداري كعبله السلوك بتاعه الكولر. البورده بقى اللي هنركب عليها المعالج اللي احنا عملنا له القصه دي كلها هتكون الجيجا بايت بي 760 جيمنج اكس، بورده متوسطه بامتياز بشريحه البي 760 من انتل، بتدعم الاجيال ال 12 وال 13 وال 14، بتيجي بدوائر طاقه 8+1+1 وعليها هيت سينك كبير زي ما انت شايف. طبعا بتدعم رامات دي دي ار 5 لحد سرعات بتوصل ل 7600، وفيها 3 سلوتات ام دوت 2 ام في ام اي جين 4، بس للاسف اول واحد فيهم بس هو اللي عليه هيت سينك، وده يخلينا نضطر لما نيجي نجيب ام دوت 2 تاني ان هو يكون ام دوت 2 عليه هيت سينك. موجود عندك كل المنافذ اللي انت محتاجها، يو اس بي 3 ويو اس بي سي، وبورتات كتير للمراوح والار جي بي، وزرار الستارت وزرار الكيو فلاش عشان ابديت البايوس. باختصار فيها كل حاجه انت محتاجها. هي بس ممكن منافذها من ورا اللي ضعيفه شويه، عندك عدد اليو اس بي اي قليل، بس فيها يو اس بي سي و2.5 جيجا لان. وعايز برضه اقول لك نقطه مهمه في موضوع البورده ده، لان ممكن واحد بيتفرج دلوقتي يقول لي يا عم يوسف ما انت تجيب اي بورده بي 660 اقتصاديه هتشغل المعالج معاك وتوفر السعر ده لقطع ثانيه اهم. بص يا صديقي، انا في تجميعاتي ما بحبش الكروته. يعني ايه؟ يعني انا لو هضطر انزل شويه في القطع الاساسيه في مقابل ان انا اخد نسخ
انضف من بقيه القطع او نسخ اعلى فانا بعمل كده، انما ما بحبش ابقى جايب اعلى معالج واعلى كارت واعبي بقى الباقي زي ما اغلب الناس بتعمل. الا بقى في حاله لو انا بجيب حاجه اقتصاديه قوي فعلا وخلاص، ساعتها مفيش مجال في الميزانيه ان انت تجيب قطع اعلى، فبتهتم بالقطع الاساسيه ويعني بتجيب الباقي اي حاجه تشغلها. الرامات اللي هنركبها على البورده دي هم رامتين 16 جيجا دي دي ار 5 5600 ميجا ترانسفير بمجموع 32 جيجا. الرامات دي من تيم جروب، وبصراحه دي من اكتر كتات الرامات اللي انا بحبها، ما فيهمش كلام كتير، عليهم هيت سينك وبينوروا ادريسبل ار جي بي، وزي ما قلت تردداتهم 5600 مع سي ال 36، فهم يعتبروا ممتازين كاداء، وطبعا بيدعموا معالجات انتل بشكل كامل من غير اي مشاكل. وانا وجهه نظري ان انت لازم 32 جيجا رام على الاقل، زي ما اتكلمنا قبل كده 16 جيجا بقى قليل قوي، والدي دي ار 5 في منه كيت 24 جيجا كويس، بس احنا في امكانيه ان احنا نجيب 32 فروحنا مع ال 32. تعالى بقى نشوف التخزين قبل ما نخش على التقيل. بالنسبه للتخزين هنا احنا جبنا 2 M.2 NVMe Gen 4. الاولاني هيكون كينجستون MV2 بمساحه 1 تيرا. الاس اس دي ده ما فيهوش دي رام وسرعته مش اعلى حاجه، بس السعر كان حاكمنا، بس هو هيكون كويس قوي بالنسبه للشغل اللي التجميع هتعمله. والتاني هيكون الاورس ال 500 جيجا، ده سرعته اعلى وبتوصل ل 5 جيجا، وهيكون للويندوز. طبعا زي ما قلت لك احنا محتاجين واحد يكون راكب عليه هيت سينك، لان البورده ما فيهاش غير هيت سينك واحد هيركب عليه الكينجستون. بعد بقى ما اخترنا الحاجات دي كلها، محتاجين دلوقتي حاجه نحط الحاجات دي فيها، وانا هنا اخترت كيسه من اجمل الكيسات اللي انا شفتها الفتره الاخيره، الديب كول سي اتش 560 ديجيتال. دي كيسه مفتحه من كل ناحيه علشان تضمن لك احسن اير فلو للقطع. بيجي فيها 4 مراوح ادريسبل ار جي بي، الثلاثه اللي قدام حجمهم 140 مللي، وواحده من ورا حجمها 120 مللي، ووش الكيس او جنبها يعني تمبرد جلاس بيتفتح نص فتحه وبيقفل بمغناطيس، وعندك شاشه صغيره تحت كده في الوش، وده اللي مخلي اسمها ديجيتال. الشاشه دي بتعرض لك درجات حراره الكارت والمعالج والاستخدام بتاعهم عن طريق برنامج خفيف بتثبته على ويندوز، وحقيقي فكرتها وشكلها حلوين قوي. خامات الكيسه اغلبها معدن، وموجود عندك مساحه لا باس بها من ورا علشان تنظيم الكابلات. تجربه التجميع فيها كانت لذيذه، ما كانتش ضيقه وكل حاجه فيها واضحه. اكتر حاجه عجباني فيها ان هي كومباكت كده، مش كبيره قوي وفي نفس الوقت مش ضيقه من جوه تزاولني. وعندك فيها هولدر لكارت الشاشه، وهنستخدمه في التجميع علشان الكارت اللي هنركبه. عندك من فوق مدخل يو اس بي 3 ويو اس بي سي والكومبو بتاع الاوديو وزرار الباور وزرار الليد. طالما بقى اتكلمنا على الكيسه، فلازم نتكلم على اهم قطعه في التجميع كلها، قلب التجميع، الجزء اللي هيدي الباور لكل القطع. انا اخترت الباور الاورس البي 750 واط ال 80 بلس جولد. ده باور سبلاي موديولار من اورس، بيجي بتقييم 80 بلس جولد وبقدره 750 واط فعلي. جوده الباور كخامات كويسه، المفروض ان انت عندك هنا كاباستورز ياباني، والباور معتمد 80 بلس جولد، يعني مفيش منه خوف. المروحه اللي هنا بتقف لو مفيش ضغط علشان يديك اهدى صوت، وطبعا فول موديولار، يعني تقدر تفك الكابلات اللي انت مش محتاجها وتسيب اللي انت محتاجه بس. والكابلات جودتها محترمه جدا وشكلها حلو، وحاطين كاباستورز كده في كل كابل من الاخر، يعني بيقولوا انها بتحافظ على مستوى طاقه احسن. بس للاسف لان ده باور موديل قديم شويه، فمش موجود فيه الوصله بتاعت الاي تي اكس 3 او وصله 16 بن اللي احنا هنحتاجها مع الكارت الجديد بتاعنا. فاضل بقى اهم قطعه واللي هي بتهم اغلب المستخدمين، وهي كارت الشاشه. وانا في التجميع دي اخترت كارت الار تي اكس 4070 العادي من نيفيديا، واقول لك ليه. مبدئيا كده احنا قلنا التجميع دي هتكون بشكل اساسي لايه؟ رقم 1 المونتاج، ورقم 2 الالعاب. وانا بالنسبه لي هنا كان لازم يكون في التجميع معالج قوي يسد مع اي شغل هيتعمل على الجهاز، وبرده كنت عايز كارت نقدر نلعب عليه على 1440 على فريمات عاليه مرتاح. واحد تاني هيقول لك لا، انت كنت خدت معالج اي 5 وجبت كارت اعلى 4070 تي اي او سوبر، او كنت قللت في باقي القطع عموما زي البورده والرامات والحاجات دي، وكنت ممكن تطلع لكارت 4080. وهي دي النقطه اللي انا كنت بكلمك فيها من الاول. لو انت بتلعب بس، فهقول لك ممكن تقلل في بقيه الحاجه وتطلع مثلا لحاجه ال 4080، انت هتستفاد اكتر. بس نقطه ان انا انزل في نسخ الحاجات اللي انا بختارها دي حاجه انا ما بحبهاش، خصوصا لو البادجت اللي معايا تسمح. النسخه اللي اخترتها من الكارت هي الجيمنج او سي من جيجا بايت، واكيد انت لاحظت ان اغلب التجميع دلوقتي بقى من جيجا بايت. الكارت بيديك اداء ممتاز وبيدعم تقنيات نيفيديا الجديده زي الدي ال اس اس 3 والانكودر الجديد بمساحه 12 جيجا جي دي دي ار 6 اكس بباندويث 192 بت. النسخه دي بتديك شكل جميل قوي مع 3 مراوح تبريدهم ممتاز، وعندك هنا الدول بايوس تقدر تبدل ما بين البايوس الكوايت والبرفورمانس، وفي كسر سرعه بسيط عندك في سرعات الكارت. وطبعا الكارت بياخد الكابل الجديد ال 16 بن، ولكن بيجي معاه في العلبه تحويله من 2 8 بن لواحد 16 بن. وخلي بالك لو هتعمل زي او هتستعمل التحويله، اتاكد ان انت موصل التوصيلات كلها صح، اتاكد ان انت موصل المدخل في الكارت للاخر. طبعا الكارت فيه الار جي بي الشهيد بتاع النسخه دي من جيجا بايت، وتبريده كان فوق الممتاز طول الوقت، ما عداش ال 65 درجه تحت اقصى ضغط، وهنشوف مع بعض الاختبارات. هسيبكم دلوقتي مع تجميع الجهاز بسرعه كده، وبعد كده هنشوف اختبارات الجهاز ده على البرامج وعلى الالعاب على جوده 1080 و1440.
خلينا نبدا باختبارات الجهاز على البرامج. زي ما انت شايف المعالج على سينا بنش على السنجل كور والمالتي كور حقق الارقام المتوقعه منه، ولكن درجات الحراره لو تلاحظ هي اللي كان فيها مشكله شويه. على المالتي كور المعالج وصل لماكسيموم 100 درجه وعمل ثروتل بعد حوالي دقيقتين و40 ثانيه، وبدا يقلل من سرعته بعدها. على حاجه زي بلندر جاب سكور كويس في الثلاثه بنش مارك اللي موجودين مع سرعه 5 و1 جيجا لكل الانويه، وده الاداء المتوقع. ودرجه الحراره كانت في المعقول، ما عدتش ال 95 وما كانش فيه ثروتل ولا مره. الجدير بالذكر ان الثروتل هنا بيحصل بعد ال 96 درجه. على برنامج في راي حقق 29468 نقطه في اختبار المعالج، وكان مديني نفس السرعات، ودرجات الحراره هنا كانت اهدى بكتير، ما عدتش ال 84 درجه على الماكسيمم. 3 دي مارك بيحاكي الالعاب اكتر، وهنا المعالج كان شغال على سرعه اعلى حوالي 5.2 جيجا هرتز طول الوقت، ومتوسط الحراره كان في المعقول قوي حوالين 55 درجه وماكسيموم 85 درجه. واختبار كمان بحب اعمله وهو برايم 95، وده اختبار غير واقعي تماما ولا يحاكي اي استخدام بالمره. وبعد ضغط ربع ساعه متواصله على المعالج درجه الحراره وصلت ل 100 درجه طبعا على الماكسيموم، وكان في ثروتل بعد 3 دقائق وثانيه بالظبط. ده جراف بيعرض لك متوسطات الحراره مقارنه بسحب الطاقه، وزي ما انت شايف المعالج طول الوقت حوالين ال 200 واط، ورغم ان فاتح له الباور ليميت من بايوس البورده. انما لو بصينا على اعلى درجات حراره واعلى سحب طاقه فهنلاقي ان دايما بعد 230 واط بيحصل ثروتل، وده بسبب الكولر. بالنسبه للالعاب فانا حبيت اختبر كل الالعاب على دقتين، وهما ال 1080 وال 1440، وده لان غالبا اللي هيجيب جهاز زي ده هيكون بيلعب على الدقتين دول. وزي ما انت شايف قدامك على اغلب العناوين الجديده سواء على 1080 او 1440 على اعدادات ما بين العاليه والمتوسطه مع الري تريسنج، وكنت قافل الدي ال اس اس على ال 1080 وفاتحه على 1440 على الكواليتي. كل الالعاب مدينا فريمات عاليه بدون دروبات تقريبا. حاجه زي سايبر بانك على 2K معديه 82 فريم مرتاح على اعدادات عاليه والري تريسنج شغال. ولعبه زي باتل فيلد 2042 من اتقل الالعاب برضه، وقادر تلعب فوق ال 120 فريم مرتاح، ولو قللت الاعدادات وده اللي المفروض يحصل على نوعيه اللعب دي هتاخد فوق ال 160 فريم مرتاح خالص. ناخد بصه سريعه كده على الاستهلاك ودرجات الحراره، هتلاحظ ان على 1080 الكارت كان فيه العاب مريح فيها والمعالج شايل اكتر، ودرجات الحراره سواء على المعالج او كارت الشاشه كانت فوق الممتاز. على 1440 الضغط بيقل على المعالج، وهنلاحظ ده من خلال الاستهلاك ودرجات الحراره، وهتلاقي الكارت طول الوقت ما بين ال 99 وال 98%، وبرضه درجات الحراره مش بتعدي ال 60 وده فوق الممتاز. زي ما انت شفت في اداء الجهاز ممتاز جدا في كل حاجه سواء هتشتغل او هتلعب. لو هتلعب طبعا يستحسن يكون معاك شاشه 2K هاي ريفريش ريت علشان تستفيد من كامل اداء الجهاز ده، واستنى ان شاء الله الفيديو اللي جاي او اللي بعده مراجعه لشاشه 2K كويسه قوي هتعجبك. انما لو عايز فريمات عاليه قوي فممكن تلعب على 1080 عادي. زي ما قلت لك التجميعه دي موجهه بشكل اساسي للشغل، وزي ما شفنا في البنش مارك البرامج دي بتحاكي اغلب الاستخدامات اللي انت ممكن تشتغلها، وانا جربت امنتج عليها والاداء كان عالمي بصراحه، خصوصا ان الكويك سينك اللي موجود في المعالج مخلي التايم لاين طيار على البريمير. سعر التجميعه دي وقت الشراء كان حوالي 125,000 جنيه بالظبط، ودلوقتي لو انت بصيت على الاسعار هتلاقي الاسعار بتاعه التجميع نزلت ما بين 10 ل 20,000 جنيه تقريبا على حسب كل قطعه. القطعه دي انا اشتريتها من البركه كمبيوتر واليمامه ستور، هتلاقي عندهم اغلب القطع اللي انت محتاجها باسعار كويسه، وبرضه هسيب لك لينكات كل القطع تحت. بس كده دي كانت كل حاجه النهارده. الفيديو ده كان متعب وطويل وكان فيه شغل كتير، فلو انت مقدر الشغل ده ساعدني علشان اقدر افضل مكمل. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في كومنت وانا هرد عليه. كان معاكم يوسف، نشوف الشوق على خير، مع السلامه.